ما زلنا مواصلين معكم لقائنا المباشر من تونس الثقافية على موجاتنا. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ما زلنا نكملوا حديثنا مع ضيفنا الفنان التشكيلي والرسام الفنان التشكيلي والشاعر سامي الساحلي، وما زلنا نحكيوا على إصداره الجديد ديوان سندباد الحكاية. نذكر مستمعينا التحقوا بنا الآن في الاستماع أنه ما يميز هذا الديوان أنه القصائد والرسومات الموجودة المصاحبة لهذه القصائد كلها يعني تغوص في عالم البحارة والبحر. هو تحليق في عالمهم، سفر في عالمهم، في مغامراتهم، في حكاياتهم، في أحلامهم، في كفاحهم. كما حكيت أنت في البداية، الأغاني الشعبية أيضا اللي كانوا يغنيوها، هذا كله موثق بطريقة يعني مختلفة. وقت نحكيو على الشعر طبعا هنا، وايضا الرسومات اللي انت ضمنتهم في هذا الاصدار سندباد الحكايه. عنوانه الديوان. الديوان بكري واحنا كنحكي رجعت بيا قلت لي جيت قبل خاطر احنا كانت الومضه خاصه بالاحتفال ب80 الاذاعه التونسيه. انت حكي قلت لي عام قداش جيت كنت ضيف في حصه الراحل الكبير طبعا نجيب الخطاب. اي منها في تقريبا التلفزة. في التلفزه في التسعينات. في التسعينات في استوديو 9. ايه؟ جيت حضرت عنده في الحصه نتاعو كرسام شاب وقتها، وفما الله يرحمه سي علي عيسى موجود، وفما شعراء اخرين، وفما نذكر وقتها سونيا مبارك اول مره باش تغني اغنيه عندي ذكرتها تو. سونيا مبارك، وفما الباجي الفنان الباجي نور الدين الباجي يشجع فيها وقتها وكل، وهي اول اغنيه باش تغنيها سونيا مبارك. اتذكر قلت لي حصه 5 على 5 وقتها لنجيب الخطاب. كي نرجع انا توا للسيفي اللي هي كانت الجائزه الاولى للابداع الثقافي للشباب. هذه الجائزه هذه عام 91. عام 91 نعم. احسن ابداع ثقافي في تونس. كانت رسمه. عشان تحكي الحقيقه وقت انا عامل معرض في قاعه الاخبار بحذا في شارع في بورقيبه، يعني هذيك قاعه الاعلام اللي هي المعروفه، فهمت. عملت انا معرض غاديك وقت هم قاعدين عملوا جائزه وقتها في الفتره هذيك للتشجيع الرسامين والشباب وكل. وقتها انا تحصلت عليها وجاوا تفرجوا في المعرض وقتها وقالوا لي اعمل دوسي انت بارمي الدوسيات اللي عاملينهم الرسامين الاخرين. والحمد لله تعديت على لجنه وقتها في البوزار اللي هي في باب سعدون، يعني المعهد العالي للفنون الجميله. وحكيت مع اللجنه هذيك واعطيتهم يعني ان دوسي، فهمت. بعد بالطبيعه بعد مده الحمد لله يعني كنت انا خذيت الجائزه الاولى نتاع الواحد مع شافوا اللوحات على العين المكان يعني في قاعه الاخبار. وبعد عملت دوسي انا وبعد حكاوا معايا وكله والحمد لله وقتها وانا شاب وقتها صغير معناها عام 93 تقريبا. 92 93 في بداية 92. طبعا بالإضافة إلى تتويجات أخرى احنا كنا حكينا عليهم في بداية هذا اللقاء. خلينا نقول زاد للسادة المستمعين أنه هذا الديوان أيضا في صفحاته الأخيرة أنت ضمنتوا مجموعة من الدراسات التي أنجزت حول تجربتك. هذا يعني علاش حبيت تحطهم في هذا الديوان؟ يعطيك الصحة. هذا هام جدا. يعني أغلبية الدواوين الشعر حسب ما شفت وحسب ما قريت، وعندي أنا الحقيقة وبرشا في نوادي، أنا نمشي نوادي الشعر وكل واحد، وقبل بركة كنت في نادي الشعر وأمسيات الشعر في عرفة، في نادي عرفة العريق. يعني جمعية ابن عرفة نعم 46 طبعا من أقدم الجمعيات تحية في تونس. يوسف عبيد طبعا تحية يعطيهم الصحة، صديقنا العزيز وكل. يعني حبيت نقول لك في الشكل هذايا متاع انه واحد يعرف الديوان شو اللي فيه وكل. يعني يطلب خدمه هذا كله، فهمت. شو نقول احنا نحكيو على انك ضمنت الدراسات في هذا الدراسه وقتها الدراسات نتاع الديوان هذا، انه بعثت الزملاء ما نعرفهم يعني من خلال النوادي. حبيت نقول هذاك ربطت بالنوادي انا معناها كما مدام معناها الناقده والدكتوره مفيدة جلاسي بعثت لها وحكيت معاها على حكايه انه باش نعمل ديوان وكل. وبعثت لها عده قصائد ورسوم كذلك. فعملت دراسه
وشافت وحكيت معايا بالتليفون وقعدنا شنو حكينا عليه وكل. من قبل الحقيقه نتاع ربي حكيت معاها انا في الاشياء هذه، لكن من بعد حكينا في الموضوع بالذات وبعثت لها. وكيف كيف مدام الحبيبه المحرزي ومدام الاستاذه كريم مسعود فنانه تشكيليه وكل، وهي كيف استاذه تقري في الفنون. والهام حمدي الاستاذه الهام حمدي هي سودانيه عايشه في مصر، يعني استاذه عندها معناها بيت الكتروني للثقافه وكل معناها معروف وكل. هذا من كل ما حكيت معاهم انا، وحبيت انا الكتاب نتاعي على الاقل يكون فيه دراسه عكس كما قلت لك الدواوين الاخرين اللي يخرجوا كان الشعر برك، لا فيه رسوم ما حدش يعمل لك الغلاف، وساعات حتى الغلاف ما يحطش فيه حتى رسمه معناها يعمل لك خط وكتيبه معناها كتيبه عاديه او عنوان نتاع الواحد واسم المؤلف يعني وشركه الانتاج يعني اللي هي دار النشر. انا حبيت نعكس هذا كله بيكون متفرد، يعني الكتاب والديوان يكون متفرد. حطيت فيه الدراسات هذه باش تحاول تقرب ممكن الشيء اللي هو ممكن الانسان ما ينجمش يفهمه، الانسان معناها العادي اللي مش مغروم بالشعر، اللي يحب الدراسات اكثر من يحب الشعر. حبيت النوع اللي يحب الرسم موجود، واللي يحب الشعر موجود، واللي يحب الدراسات ويقرا الدراسات ومغروم انه الدراسه ديك تعطيه شكل اخر او يعمل عليها اطروحه او قراءه اخرى. وحب يقربهم شويه لك الشعر وكالقصائد ويقربهم شيء ذاك. حبيت نحط الدراسات هذه وان هي تعطي معناها شكل اخر وتعطي يعني امتياز اخر للكتاب. يعني الكتاب متوع بالحق، يعني فيه اشكال متعدده من الفنون، فن النقد وفن الرسم وفن الشعر والخيال وكله. وفي نفس الوقت هم ناس مرموقين، يعني عندهم باع وذراع في النقد الادبي والشعري والفن التشكيلي. والفن التشكيلي. سندباد الحكايه هو عنوان المجموعه، وفما قصيد ايضا عنوانه سندباد الحكايه. نعم. تقرأنا منه مقطع لانه هو قصيد مطول، تقرأنا منه في 4 صفحات تقريبا. تقرأنا يعني جزء من هذا القصيد حتى ندخلوا به شويه العالم هذا الكتاب. نحن في كل مرة نحكيه على جانب، خلينا نسمعوا مقطع من سندباد الحكاية. نعم. سندباد الحكاية. تعال ومد رأسك، عطره بزهر النسرين والياسمين، عطره بزهر النسرين والياسمين، واخرج من صفحات كتابك العتيق. سندباد يا طائرا سبح فاتحا يديه بمملكة البحار والجنان، انهض وابتسم، الآن وقتك. يا طفلا أمك الشطآن، كمل عزف كمانك بالسند، قم قسم لحنك بأدغال وشواطئ إفريقيا، وغني مزاياك بالهند، اكتب اسمك سندباد الحكايا، اكتب اسمك سندباد الحكايا بسحر الحبر، اضف حلمك الثامن للسفرات السبع، واغسل وجه الصباح بماء الروح وعطر القوافي. وحتما بحرك المنتشئ طوعا سيغتسل منك بحجم الأحلام. هذا مقطع عفوا مقطع من القصيد اللي هو عنوانه سندباد الحكاية، واللي هو يحمل يعني المجموعة الشعرية تحمل هذا تحمل هذا العنوان. هذا العنوان إلى أي مدى بالنسبة لك أنت جامع لهذه القصائد، جامع لهذا العالم اللي أنت اخترت أنك تحكي فيه في هذه المجموعة؟ في صحيح في عنده علاقة كبيرة جدا باللي احنا حكيناه، ولكن قداش كان سهل انك او صعيب انك تختار هذا العنوان من بين كل العناوين الاخرى اللي هما موجودين في هذا القصيد، اللي هما ايضا يسبحون في هذا العالم. صح، ما شاء الله عليك. اخترت العنوان هو جذاب الحقيقة. ويقول لك الانسان الذكي يعني والانسان الفتن يعرف من اين تأكل السمك، ما نقولوش بما نحكيو على السمك ونحكيو على البحر. يعني نعرف انا كي جيت نشوف والوزن
نتاع الكلمات، نتاع السندباد، نتاع يعني هي في المخيله العربيه والمخيله العالميه. يعني السندباد عملوا عليه افلام يعني الكلمه هي سندباد بركه يعني اسطوره. والحكايه يعني اكبر حاجه هي الحكايه. يقول لك واحد باش يحكي لك حكايه، يعني كي تقول انت سندباد والحكايه وفما 3 نقاط معناها عالم اخر وحلم. يعني هو كتاب وواحد اغتص في الكتاب يلقاها بحر. كي جيت نقرا في القصيده والفت القصائد وجيت نلوش شنو باش نسميها الكتاب. الحقيقه نتاع ربي انا سندباد كان في مخي يعني نحبه وتفرج في مغامرات وكل والاسطوره هو كله. وكما قلت لك كل البحار هو طفل والطفل هذاك هو سندباد في القلب نتاع البحار هذاك. قلت هذايا ما يكون كان هو العنوان الجذاب القوي الذي يضرب معناها يضرب معناها في العقل والروح. يعني وزد الحاجه الجميله انه كل الحكايه بين العاميه والعربيه. يعني هذا والمجموعه يعني فيها قصائد بالعاميه وفيها قصائد بالعربيه الفصحى واغنيات بالعاميه. أغنية البحارة. أغنية البحارة موجودين زاد في الديوان. يعني في الغلاف. أنت اخترت الصورة وحكيت لنا عليها منذ قليل. طبعا هي من رسوماتك. وأيضا نسيمك البدر. يعني اخترت هذا ليكون هو أيضا في صورة في غلاف المجموعة. هذه الخاطرة أو هذا القصيد. كيفاش تنجم تربط علاقته بكل المجموعة؟ ما كانش موجود هو داخل الديوان، موجود على الغلاف. فضلت أني الحقيقة أني نحط في الخلفية وعملت له حتى الخلفية عملت له رسمة كما عملت الرسمة للرسمة الحقيقة الأولى اللي هي وجه الكتاب. هي موجودة من عام 1999 الحقيقة. يعني اللوحة موجودة. لكن الرسمة هذه قديتها خصيصا للكتاب. وقت جيت أنا باش نحط خلفية الكتاب ونحط نختار قصيدة أو نحط مثلا سيرتي الذاتية أو كذا. أنا فضلت أني نلغي شوية روحي شوية ونحط اللي أنا نحب يكون هو متميز. والقصيدة هذه متميزة فهمت. نسيمك البدر. وهي فيها ايقاع غنائي حلو برشا. قلت يلزم نعمل له هذه الخلفيه خاصه به. انه فيها الحوت يتنقل في كادر والكادر هذاك هو البحر اللي هو يمشي فيه ويرجع. وفما تناظر وفما تلاعب ما بين البحر وفما رقص ما بين الاسماك يعني فهمت. هذا اللي حبيت نقول لك. والقصيده بالذات هذه هي تمس الكتاب بكله يعني هي ماخذها من لب الكتاب. فهمت. هذا بالنسبة لهذه المجموعة. مر نسيمك على شجر يستنير وبشعاعه يثمر. انتماؤك ناصع يبتدئ بالمسك ويحلق للروح. يا باسطا كفا كريما على القلب كوكبه ملامح القمر والإشراق. أنا قريت شوية من هذا القصيد. وطبعا احنا حاولنا نقرب الصورة لهذا القصيد لمستمعينا للقراء ينجموا يكتشفوا هما بقية التفاصيل. ديما كي نحكيو على إصدار جديد ما ندخلوش برشا في التفاصيل ونخليو متعة اكتشاف هذا الأثر للقارئ وإلا للمستمع. سندباد الحكاية مجموعة شعرية تتضمن قصائد تصاحبها رسومات في ترابط هذه القصائد وهذه الرسومات باللهجة العامية باللغة العربية أغاني البحارة. لأنه هذا الديوان خلينا نقول هو مهدى للبحارة لهذا العالم اللي أنت يعني أثروا فيك منذ الصغر وبقى تأثير هذا العالم فيك. وهذا اللي خلاك يعني تحلق في عالمهم وتكتب عنهم مغامراتهم حكاياتهم أغانيهم معاناتهم أحيانا نضالهم من أجل الوجود ومن أجل الحياة في هذا الديوان اللي هو عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع بإمضاء الفنان التشكيلي والشاعر سامي الساحلي. هذا الاختيار باش نمشيو لجانب آخر الآن نحكيو عليه. هذا الاختيار أنك تصدر مجموعة تتحدث عن عالم محدد مش فقط في هذه المجموعة. في قمر 14 زاد. نعم قمر 14 أشعار وأزهار أو أزهار وأشعار. على عالم الورد. عالم الورد.
القصائد كلهم ومضة. يعني القصائد اللي هم انا ما نحبش نشبههم بالهيكو، يقولوا الهيكو هو القصائد القصيره اللي كتبوها اليابانيين. يعني احنا عندنا القصائد الومضة، نعم. يعني اللي فيها سطر او سطرين يعني، لكن تعبر عن حكايه كامله. نعم. هما فما برشا شعراء يكتبوا اليوم الهيكو، وفما حتى اللي يكتبوا القصه القصيره جدا. نعم. يعني تتنوع التجارب. تقش. يعني اختيارك انك تكتب عن الازهار، عن هذا العالم، نعم. باش يكون بنفس الطريقه، يعني قصيد ورسمه. يعني هكا اخترت انه تكون اعمالك. نعم هو تقريب هكا. يعني ما نحبش نقول بالضبط شنو اللي فيه. اما انا باش نقول لك حاجه قبيله بركه نحكي انا وفنانه وكل على تقريب بسطه صغيره على الشيء هذايا. نعم. باش يكون اقوى من الكتاب نتاعي هذا. يعني فما افكار هي قويه جدا تكون في الاشعار الومضه اكثر ما تكون في القصائد المطوله شويه. يعني سندباد الحكايه هو قصائد مطوله شويه. فيها قصائد زاده كيف قصيره. نعم. وفيها قصائد بالاربع 5 صفحات يعني. فهمت؟ اما حكايه حلوه. نعم. يعني القمر 14 يعني الديوان هذا قمر 14 اشعار وازهار، معنى اشعار وازهار او ازهار واشعار. يعني يمس الشعر بك الومضه ومترجم بالانجليزيه. يعني اشعار بالعربيه مترجمه بالانجليزيه، والصفحات نتاعها زاده مختلفه. يعني فيها حتى الخط العربي وفيها كل الاشعار مكتوبه باليد، واشعار مكتوبه بالالكترونيك، واشعار مكتوبه مصوره بالفوتو. يعني ما نحبش نحرق الكتاب يعني. والازهار درت على الازهار الكل. الازهار هي عكس الورد، والورد عكس الازهار. هم الزوز يعني نفس التقريب الشكل، فيهم برشا اشكال مختلفه وكل، اما نفس الدومين يعني. اما الازهار حاجه والورد حاجه اخرى. الازهار هي عندها الريحه العطره الاكثر، اللي تنتج الرائحه القويه اللي تجيب بعد الازهار. يعني بعد الازهار تجيب هي الثمره. يعني كي تقولونها شجره اللوز مثلا، انا كتبت عليها زاد كيف الزهره نتاعها هي تجيب تبشر بالربيع، تبشر بالثمره يعني. نعم. كما الزهره نتاع مثلا نتاع النخله تبشر فما تمره يعني باش تجي، فما حاجه باش تجي. فهمت؟ عكس الورده اللي هي رمز العشق والجمال وتهدال المراه. هم الحوار ما بين القمر والزهره، والحوار ما بين القمر والورده. هم عالم كبير جدا يعني. معاهم هو عالم وانت تحكي على الحوار بين القمر والزهره، وحوار بين القمر والورده، والمجموعة هي عنوانها بين هذا وهذا. بالضبط. ما الرابط بينهما؟ أكيد في هذا الاختيار فما علاش. يعني المجموعة متاع قمر 14 يعني الرابط باش نقول لك حاجة. يعني قمر 14 هو البدر. يعني يوصل يكتمل. والزهرة كي تحكي مع القمر هي مكتملة. أو الوردة هي مكتملة في يقولون احنا في تمام جمالها ورونقها. وقتها تمسها النور هذاك يمسها تحاكي القمر. وهذا الرابط ما بيناتهم يعني. لهنا نحب نمشي معك في نقطة. احنا حكينا على سندباد الحكاية. فما علاش كتبت على البحارة؟ لأنه عشت معهم فترة، تأثرت بيهم وأثروا فيك، خليك تكتب عليهم. الآن العلاقة مع هذا البدر وهذه الأزهار. يعطيك الصح. نقول لك، أنت قلت لي من الأول بالكل أنت بدأت ممكن كفنان تشكيلي وكل. يعني كي قبل كي جيت نبحث على الرسوم، أول ما جبدني في الرسوم شنو اللي جبدني؟ هما لي فاز دو فلور اللي رسمينهم الرومانتيقيين في عصر النهضة. يعني كانوا هذوما فنانين مشهورين، سواء كانوا فرنسيين أو الإيطاليين أو الإسبان. يعني فما زاد الهولنديين اللي منهم فان جوغ وكل. يعني فماش فنان ما رسمش على الورد. ايش معناها رسمش على الورد؟ معناها ما عملش على الأقل تابلو فيه فاز دو فلور. أنا عملت معرض كامل على الفلور، على الورد. ولوحات كبيرة جدا 3 متر 48 2 متر و50. يعني تصور انت فاز دو فلور 2 متر و50 وعندي هنا موجودين هذوما حتى على الانترنت. يدخلوا على الجوجل ويكتبوا سامي الساحلي الفنان كذا، سامي الساحلي، يلقاو الشيء هذا. يعني انا عندي
قبل الشيء هدايا موجود. اني انا ماشي قلت علاش انا ما نعملش الورد هدايا. اون بليس انا كنت نسكن في ثانيه، يعني دارنا اللي داري توا انا نسكن فيها هذه كانت مفتوحه على حقل، والحقل هذاك نشوف في الورد، سواء كان الورد اللي هو يطلع من عند ربي سبحانه قبل ما يزرعه الانسان، يعني الورد نقولوا نحن كيما القحوان هذاك الورد الخشخاش الاحمر كله حكيت عليه هذا كله. وعملت انا رسوم وكنت عملت دي بورتري. البورتري هذيك كي تغزل البورتري تلقاه الكل وجه الوجه ورد. كي تغزل تقول كي تبعد شويه تشوف تلقاه هذا بورتري، يعني تشوف حاجه اخرى، يعني التناظر هذاك وكالحوار الكل. يعني انا عندي من الاول غرام بالورد. الورد ما تعرفوا رمز العشق، وكما قلنا الورد حاجه والزهره حاجه. زهره تجيب الثمره، والورد هي ترمز للعشق والحياه والجمال. والانسان المرهف. والانسان المرهف خاصه وانت شاعر ورسام. قمر 14 نعم. أزهار وأشعار هو الإصدار إن شاء الله القادم إن شاء الله، بالإضافة إلى المجموعات القصصية. إن شاء الله. اختيارك في هذا الاختيار باش تواصل فيه أنه كل ديوان يكون يحكي على عالم محدد، أم أنه هي كانت هذه التجارب الأولى ومن بعد يمكن تتنوع التجربة وتولي طريقة أخرى في الإصدار؟ نعم. هو الحقيقة متاع ربي. أنا قلت لك إني سندباد الحكاية عايشة معايا، يعني عايشة من طفولتي. لكن أول حاجة كنت باش نخرجها هو ديوان اسمه قناديل العشق. كان هذا الديوان مختلط يحكي على العشق. عشق الله سبحانه وتعالى، عشق الإنسان للإنسان، يعني سواء كان المرأة أو الرجل والمرأة، عشق الطبيعة، عشق الحياة، عشق في مفهوم الشامل. يعطيك الصحة. كان هذا هو الإصدار الأول باش نخرجه. هو حاضر قبل ما يكون هذا حاضر. لكن هذا سبحان الله الأقدار غلبت أني نخرج هدايا. علاش؟ لأني هدايا سكن فيا. الآخر حاضر لكن هذا سكن فيا وغلب نفسي، يعني الروح. هذا قال لي يزمن انتو للتو يزمني انا قبل فهمت؟ يعني فما يعني ديوان مختلط فيه عدة أشياء، يحكي على البحر، يحكي على العشق كما قلت لكم كل واحد. إن شاء الله أنا بقدرة الله عندي أفكار أخرى جميلة جدا. لا أريد أن حتى إن شاء الله ربي سهل نحكي عليه في وقتها يعني فهمت. هذا اللي حبيت نقوله لك. هذا في الشعر. نعم. كان نمشيو نحلوا باب شوية على خاطر انت توجد بحذانا كشاعر. ولكن هذا ما ينفيش طبعا صفتك الأخرى، أنت عن تجربتك الكبيرة في مجال الفن التشكيلي. هذا العالم الآن كي تشتغل عليه وحده. يعني بعيدا عن عالم الشعر. آخر مرة كان عندكم معرض جماعي. نعم. القادم بالنسبة لك أنت إن شاء الله يا ربي. آخر مرة هنا عملنا عملت معرض فردي ساعة في قاعة ابن خلدون. اسمه قصائد كريستالية. نعم هكا. وفردي هذا. بعد عملنا معرض جماعي في قاعة يحيى اللي هو فيه عدة فنانين، وكان الكوميسار مدام الأستاذة مدام بن مسعود، كريمة بن مسعود. فيه عدة فنانين معناها كوميسار الزنيدي وكل. ومن بعد عملنا معرض في جربة. كان معرض في رواق خاص ار كورنر هذا. جربة الألوان جربة اسمه. عملت معناها مدام بن مسعود كريمة بن مسعود الأستاذة عاملة معرض هي غاديكا، وصلت عندي كضيف شرف أنا في المعرض هذا على جربة، يحكي كله على جربة. فيه لي زاكواريل، فيه التابلوات معناها بالألوان الأكريليك والبانتور، وفيه معناها متنوعة يعني. فهمت؟ ولا القادم إن شاء الله يا ربي. عندي معرض قدرة الله إن شاء الله حضرت له أنا. التسمية الحقيقة ما زلت ما عطيتوش الاسم نتاعو. معرض شخصي نعم شخصي. نعم معرض شخصي إن شاء الله في القريب إن شاء الله قدرة الله. يمكن في قاعة خاصة، يعني أنا خديت أكور تاع قاعة تبع الدولة، لكن ممكن نحطه في قاعة خاصة قدرة الله. وممكن زد نخرج به لبرا، لخاطر عندي أنا شركة تحاول باش تدعمني، يعني فرنسية هي الحقيقة، عندها أكثر من عامين. وعدوني أني ممكن نعمل في أمريكا أو نعمل في كندا، يعني بعثوا لي هما. أنا صعوبات مادية شوية عندي باش نخرج ولا خاطر مكلف وتخرج لوحات كبار. هذاك هو المكلف، هو يعني الحمولة نتاعهم الكل. إن شاء الله ربي يسهل. إن شاء الله ربي يسهل، وإن شاء الله بالتوفيق طبعا ليك في كل تجاربك في كتابة القصة، في كتابة الشعر، وإلا أيضا في عالم الرسم، عالم الفن التشكيلي. بالتوفيق ليك إن شاء الله. نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم. يعطيك الصحة. بالتوفيق ليك في سندباد الحكاية، وإلا في بقية الإصدارات الأخرى. ضيفنا الفنان التشكيلي والشاعر سامي الساحل. شكرا لك سامي. مازلنا باش نكملوا معكم اللقاء مع فقراتنا الأخرى على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرجع لكم بعد النغم.